كرة بالعرض، فرصة لصالح فريق النصر، ولكن ما زالت الخطورة قائمة في مرة أولى وثانية. علي سلامة، فرصة من فكرون والهدف الأول عن طريق اللاعب فريق النصر صلاح فكرون. أعطي الهدف الأول لفريق النصر ولتشتعل الجماهير النصراوية في هذا اللقاء. إذا تهتز مدرجات ملعب شهداء بنينا بهذه الفرحة الكبيرة، وفكرون بالجرينتا هدف مقابل لا شيء. أول أهداف اللقاء لصالح فريق النصر، وأول هدف لفريق النصر في هذا الموسم بإمضاء وتوقيع المدافع صلاح فكرون. في منطقة الجزاء، وصلاح فكرون على مرتين. شوف الجرينتا لصلاح فكرون، شوف المدافعين هم من صنعوا الهدف، المدافعون هم من صنعوا الهدف وما عجز عنه المهاجمون. الكرة من علي سلامة تهيأت بسنتيمترات لفكرون، مرة أولى وثانية، وباليسار يضع الكرة في أقصى المرمى لتعلن عن أول أهداف اللقاء لصالح فريق النصر. وتتغنى فريق النصر بناديها أكيد الكبير، وهناك صافرة وحكم، ولكن حكم يعطي الأسبقية. فرصة لصالح فريق النصر، مرت من الجميع. أوروكو، الهدف الثاني عن طريق اللاعب مارسيليو باربوزا. هدف ولا أروع، كما جاءت باللمسة الواحدة بوم في المرمى. والهدف الثاني لفريق النصر. النصر يمتع ويبدع ويقنع ويحرز الهدف الثاني، ويبدو أن فريق الصقور بدأ في مقابل لا شيء. انطلاقة من أوروكو، حكم مباراة أعطى مبدأ الأسبقية، وأوروكو يلعب الكرة بالعرض، مرت من جميع المدافعين ليجدها باللمسة الواحدة في المرمى. وكما يقول الكتاب، الكرة في المرمى. هدفين مقابل لا شيء، يتقدم فريق النصر على فريق الصقور، وبدأ فريق الصقور بالانهيار في هذه الدقائق بعد استماتة طويلة جدا. سليمان جمعة، وأيضا دخول اللاعب بوفراج سليمان، والهدف الثالث لفريق النصر عن طريق المكاري يعطي الهدف الثالث لفريق النصر، وتحسم الأمور في ملعب شهداء بنينا بهذا الهدف الثالث في هذه المباراة. إذن فريق النصر بداية قوية في أول مباريات على ملعب شهداء بنينا، وصانع المتعة دائما الطبال والمكاري يضع الكرة. حقيقة عزيزي المشاهد، الوضعية صعبة جدا في كابينة التعليق، وخصوصا في موضوع الرؤية. يعني الرؤية صعبة جدا في الملعب، في منتصف الملعب. وترجع الكرة النصراوية، تأتي الكرة الرابع والهدف الرابع وجنون فريق النصر في هذه المباراة. جنون وفنون وإبداع وإقناع من الكتيبة النصراوية. اللاعب الجميل يعلن عن بداية موسم للترفيه لفريق النصر. روكو، شوف اللقطة، تأتي الكرة بشكل ممتاز من بدر حسن، وباللمسة الواحدة. لاعبي فريق النصر يبدو أنهم كانوا متفقين على لعب الكرة باللمسة الواحدة. ثاني أهدافهم باللمسة واحدة من المحترفين البرازيلي واللاعب الآخر أوروكو. لقطة الخطأ وغلطة الشاطر بألف، وأوروكو في سقف المرمى لا تصد. المهدي، لكن تقطع تعود لصالح فريق النصر. فرصة نصراوية، 3 أمام 3، والبرازيلي هي كرة، هو الخامس والهدف الخامس. أنا من صنعت الأهداف، والآن جاء دوري لأسجل. هكذا قال الطبال يتوج هذا الموسم الرائع أو هذه المباراة الرائعة بهدف خامس. محمد الطبال، شوف الكرة. صراحة فريق النصر يمتلك خط هجوم مرعب هذا الموسم، مرعب خط هجوم فريق النصر هذا الموسم، وهدف. وفريق النصر يتقدم بخماسية نظيفة في بداية قوية ورائعة لفريق النصر. وهي طبعا الكرة لعبت، ولكن